هذا مشى أرى الهلال آخر. المغرب اليوم كينتصر على المنتخب الكندي بحصة 3-0. 3-0 اللي ما جات سهلة صراحة، 3-0 اللي جات بخدمة كبيرة من المدرب وابي اللي عرف كيفاش يشغل الأدوار الهجومية والدفاعية ديالو، عرف كيفاش يحط اللاعبين، عرف كيفاش يحط الفكر التكتيكي ديال الهدف الأول، الهدف الثاني والهدف الثالث. يعني داكشي كامل جاء بعد عناء طويل. كيفاش كان صعيب علينا ان نخرجوا كرة في بريمير ميطا، وفي الدوزيام ميطا ولينا كنقدروا نخرجوها بكل سهولة. كيفاش ولينا عاطينهم الكرة في لا دوزيام ميطا يلعبوا كما بغاو، ناخدوها وقت ما بغينا ونمشي نطلعوا نماركيو البيت. صراحة منتخب ممتاز. غادي ندويو عاوتاني على نهار الخميس اللي ما غيكونش عندنا ماتش سهل في دور الربع النهائي ضد المنتخب الفرنسي. صراحة اللي عنده لاعبين قويين بحال كيليان مبابي، اوليسي، باركولا، ديمبيلي، ديزيري دوي اللي تفرج فينا قبيله، اللي دخل دابا دار الفرق في ماتش باراغواي اللي كان صعيب على المنتخب الفرنسي انه ماركي. وديزيري دوي دخل، جاب لهم بيلانتي اللي منه جا البيت، ودار العديد من المحاولات. يعني صراحة عندهم فرقة واعرة من الكلشي اللطاف. نتمناو انا نكاليفيو الماتش الجاي ونرجعو للشهر 2022. منتخب قوي، منتخبات قوية بحال فرنسا، بحال اسبانيا، بحال البرتغال، بحال الارجنتين، بحال البرازيل. وليتي كتلقى راسك تنافس معاهم حتى وكت وكت باغي توصل لأبعد نقطة واللي مال الفوز باللقب، لأنه مبقاتش شي حاجة اللي بعيدة. لأنه حنا ولينا واحد المنتخب اللي قوي، فاز بالسادسة عالميا، كاليفي في كل مسابقة كتلقانا دومي فينال فينال. فراه هذا إنجاز تاريخي صراحة. نجدو به المنتخب الوطني. آه، كندويو حنا فهمتي، حنا كرجاويين اللي كيشكك في الوطنية ديالنا. راه الوطنية راه ماشي كتحددش في كورة. الوطنية راه وطنية أشياء أخرى. لا داعي نتحدثوا في أشياء أخرى أبار كرة القدم، لأنه إلي دوينا ما غاديش نساليه الصراحة. وكاين بزاف الهضرة متقال، نبقاو في كورة وندويو في كورة. على ندويو على الماتش. الماتش كانوا فيه بعض الأغلاط. السيباري على ما أظن ما غيكونش حاضر الماتش الجاي، وهذا هو المشكل. ان شاء الله عودة سريعة السيباري غنحتاجو في الماتش الجاي ضد المنتخب وبحال فرنسا. آه، سفير رحيمي مهاجم اللي قناص، ولد يعري، كبر ترعرع في أسقة كازابلانكا، ماركا، ساهم، دار أي حاجة. صراحة ناشدو بهداك الدري، وما بغيناش حنا بقى في الامارات صراحة، لانه الدري ماشي ديال الخليج، ديال الاوروب. صراحة هذاك الدري لعبو كبير تبارك الله. ابراهيم دياس اللي كتحس بيه تحرر في هذا الماتش. تبدل اللعب ديالو، تبدلت الفكرة ديالو، تبدل النظر ديالو للماتش. خلي داكشي المشاكل ديالو خارج الملعب ودخل وتقاتل. حكيمي اللي بعض الآلات منه كان يخرج علينا في بيت. على أين ياسين بونو لاعب حارس مرمى ممتاز. عيسى ديوب لا بأس به، الحال كذلك لا بأس به. مزراوي طوب طوب. بوعدي لا بأس به. العناوي مزيان. أناحي واعر داك الدري تبارك الله. أناحي والدينامو ديال المنتخب الوطني. أناحي إلا كان مزيان ولا لعب بلي زيادات المنتخب الوطني كيمشي مزيان. أناحي إلا بدا كيدير الزيادات كيخرج على التركيبة البشرية كاملة ديال المنتخب وكنوليو لاعبين ناقصين. أه بلا خنوس لاعب مزيان. شمس الدين الطالبي داك الدري تبارك الله. الإخوان اللي كيتفرج واللي كيفهم في الكورة غيعرف بأن داك الدري ماشي إنسان، ماشي لاعب عادي. يعني لاعب شوكير اللي كيدير الفرق. يعني فما كيدخل في كل ماتش كنشوفو كيدخل كيدير الفرق. بحال الماتش ديال هولندا دار الفرق. هاد الماتش تا هو دار فيه الفرق. يعني هو اللي بدا لك كونتر اتاك. صراحة لاعب قوي.
نتمناو المنتخب يحقق انتصار امام فرنسا في المباراة المقبلة ان شاء الله يوم الخميس. والى هنا الاخوان كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الاخوان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش جيموا واشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد. نتمناو غادي نتحدث لكم فنزربن على لقاء الرجاء واولمبيك اسفلت. صراحة تقدر الرجاء دير بطولة ولكن صعيبة، يعني انا انا مفهمش، يعني وليت منقسم الاثنين، يعني متفائل وما متفائلش. طلبوا خير ان شاء الله، طلبوا خير. هو بسلامة الاخوان، وما تنساوش الصلاة ديالكم الاخوان. يلا بسلام.